السلام عليكم. فيديو النهاردة عن منيو التوفير، أكلات الأسبوع، أكلات اقتصادية وعلى قد الإيد وموفرة جدا. أول يوم هنعمل فراخ بشوربة عادية خالص ومعاها خضار، أي خضار، سبانخ، أي حاجة بتحبوها ومتاحة عندكم. دي سبانخ بالبطاطس. وأخدنا من الفراخ صدر فرخة من الفرخة، قطعناه مع فلفل وبصل وبهارات وحشينا بيه السمبوسة، ومعانا رز بالشعرية. دي أول وجبة. اليوم التاني يوم خفيف كده، عملنا فيه مكرونة بالصلصة ومعاه بطاطس متحمرة ومخلل وبيض مسلوق. وجبة سهلة وخفيفة وحلوة. وممكن تستخدموا أي نوع مكرونة، سباكيتي، عقل، قلم، زي ما تحبوا. اليوم التالت يوم بقى السمك، لازم الخضار يبقى موجود. معنا هنا سمك مشوي وسلطة والرز، رز ابيض او اللي بيحب يعمل مع السمك المشوي رز صيادية زي ما تحبوا. رز ابيض والسمك مشوي والسلطة والخضار، ومعاه جنبه الزيتون المخلل. اليوم الرابع مسقعة، أكلة حلوة جدا ولذيذة. مسقعة بتنجان مقلي مع فلفل مقلي مع الصلصة والطماطم. ممكن تضيفوا بطاطس لو حابين، أو من غير بطاطس. ممكن تتاكل كمان بعيش، يبقى أكلة بعيش أو رز أبيض جنبها، بتبقى جميلة جدا وحلوة جدا. اليوم الخامس رز أبيض ومعاه بيض مسلوق مدحرج في السمنة، أو اللي مش بيحبه مدحرج في السمنة أو الزيت يسيبه زي ما هو. وجنبه بقى طماطم، جنبه فلفل مقلي ومخلل وبطاطس مسلوقة ومحمرينها بعد ما اتسلقت. ومعانا بصل في خل وطماطم متملحة محشية بالثوم والبهارات والفلفل الأخضر، بيبقى طعمها جميل جدا. اليوم السادس سمك مقلي مع رز أبيض، وقلنا طبعا اللي بحب الرز الصيادية يعمله جنب السمك، ومعاه سلطة والخضار والمخلل. سهل جدا ومش بياخد وقت. اليوم السابع مكرونة بشاميل، مكرونة ومعاها، بس ده بشاميل، مكرونة بشاميل مش باللحمة، بالفراخ. صدر فرخة وتقطعيه مع البصل والفلفل، ولو في جزرة مبشورة مع البشاميل، وبيبقى تحفة جدا. وجنبها شيبسي ومخلل، أكلة برضو خفيفة وحلوة. يا رب تكون الأفكار عجبتكم وتكون وسهلة وعلى قد الإيد، مش مكلفة خالص. وإن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.